لو بتحلم تسافر كوريا وبتدور على الجامعة المناسبة ليك فالفيديو ده علشانك. النهاردة بقى أنا جاي أقول لك على أقوى 5 جامعات تقدر تقدم فيهم للدراسة في كوريا. طبعا احنا عارفين إن كوريا الجنوبية أصبحت واحدة من الوجهات التعليمية المفضلة للطلاب الدوليين، يعني أغلب الطلاب الأجانب نفسهم يدرسوا في كوريا. وطبعا بما ان الحكومة الكورية او الجامعات الكورية بيقدموا منح بتغطي التكاليف بشكل جزئي او بشكل كلي، فبقت واحدة من الواجهات التعليمية المفضلة للطلاب انهم يروحوا يدرسوا فيها، زي منحة GKS كده اللي قلت لكم عليها في فيديو قبل كده. بالمناسبة انا عاملة فيديو كامل عن منحة GKS الكورية، لازم تشوفوه. ليه افضل الطلاب الاجانب بيختاروا كوريا بالتحديد؟ كوريا من افضل البلاد في التعليم، بتجمع ما بين الثقافة والتكنولوجيا والتطور في التعليم. والأفضل بقى إن في فرص كتير للطلاب سواء منحة أو حتى من غير منحة. تعالوا أقول لكم على أفضل 5 جامعات للدراسة في كوريا. أول جامعة معانا وهي سول، أشهر جامعة في كوريا، سول الوطنية. تاني حاجة جامعة يونسي. تالت حاجة معانا وهي جامعة كوريا. رابع جامعة معانا وهي جامعة كيست. خامس جامعة معانا وهي جامعة إهوا للبنات. أنا بالتفصيل هشرح لكم في الفيديو ده عن ال5 جامعات دول، بما إن ال5 جامعات دول أشهر جامعات في كوريا فلازم أعرفكم تفاصيل الدراسة فيها. ولكن هيبقى في أجزاء كتيرة من فيديوهات جاية هقول لكم فيها على جامعات تانية في كوريا والمنح برضو فيها وكل التفاصيل. أول حاجة خلينا نتكلم عن جامعة سول، وهي جامعة حكومية رقم 1 في كوريا. يعني إيه رقم 1 في كوريا؟ تعتبر سول أقوى جامعة في كوريا. واكيد بنشوف في الدرامات الكورية لما الابطال في الدراما بيفتخروا ان هم متخرجين من جامعة سول. التخصصات القوية فيها الهندسة، الطب، العلوم، إدارة الأعمال. لغة الدراسة فيها باللغة الكورية، ولكن في بعض البرامج باللغة الإنجليزية عادي. طبعا أنا مش حابة أتكلم عن المصاريف علشان ممكن تكون بتتغير، لكن أنا بحثت كتير وشفت إن المصاريف تتراوح ما بين 3000 ل 8000 دولار أمريكي. طبعا ده لكل فصل دراسي، وطبعا ممكن يكون في تخصصات اعلى من الارقام دي زي الطب زي الهندسه. انا بجيب لكم الارقام تقريبا نوعا ما. طبعا السكن متوفر للطلاب الاجانب. وكده احنا قلنا لمحه عن سول. طيب ايه مميزات الجامعه دي؟ مميزات جامعه سول، اول حاجه انها اقوى شهاده جامعيه في كوريا، بتفتح لك ابواب التوظيف اذا كان في كوريا ولا بره كوريا. عامه جامعه سول مجتمع اكاديمي قوي جدا. في حاجة أخيرة عن جامعة سول لازم تعرفوها، إن القبول صعب جدا فيها، ولازم تكون درجاتك ممتازة ومؤهلاتك قوية جدا عشان تتقبل فيها. تاني جامعة معانا وهي جامعة يونسي الخاصة. التخصصات القوية فيها علاقات دولية، أدب إنجليزي، إدارة، وطب. الدراسة فيها باللغة الإنجليزية. طبعا برضو زي ما قلت لكم في جامعة سول المصاريف ممكن تكاد تكون تتغير، تكاد تكون أقوى. أنا بقول لكم يعني بعد ما عملت بحث كده عن الموضوع، المصاريف الدقيقة يعني مصاريف من 8000 ل 11000 دولار سنويا. طبعا جامعة يونسي فيها سكن زي جامعة سول وفيها برضو منح. بالنسبة للمنح لازم اقول لكم عليها في كل فيديو لوحده، يعني كل جامعة هقولها في كل فيديو لوحده بالتفصيل. طبعا في اجزاء كتير قوي جاية من المنح ان شاء الله. لو بتابعوني هتلاقوا ان انا بنزل منح وهنزل منح الفترة الجاية كتير. طبعا مميزات الجامعة دي انها جامعة عالمية، فرص العمل بعد التخرج اعلى من المتوسط. الجامعة دي موقعها في سول العاصمة بتاعت كوريا. الجامعة دي برضو ممتازة جدا في التعليم، ولكن علشان تدخلها محتاج برضو مؤهلاتك ودرجاتك تكون ممتازة وقوية. المصاريف فيها اعلى، وكمان محتاجة شهادة لغة انجليزية زي الايلتس او التويفل. ثالث جامعة معانا وهي جامعة كوريا الخاصة، وتعتبر برضو من أفضل الجامعات في كوريا، ويمكن تصنيفها الثالث يعني بعد سول وبعد يونسي. التخصصات القوية فيها القانون، السياسة، البيزنس، والعلوم. طبعا في الجامعة دي في برامج باللغة الإنجليزية خاصة للدراسات العليا والبيزنس. بالنسبة للمصاريف في جامعة كوريا حوالي 3700 دولار لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية. أما لتخصصات الفنون والهندسة حوالي 5000 دولار أمريكي، وطبعا ممكن يكون أعلى من كده. والجامعة دي طبعا فيها سكن وفيها منح برضو. المنح بتاع جامعة كوريا منحة KU Global Scholarship، وطبعا منح حسب الأداء الأكاديمي. طبعا مميزات الجامعة دي فيها جامعة ممتازة جدا، البيئة التعليمية فيها ممتازة،
وكمان متقدمة جدا في مجال البحث العلمي. القبول فيها نوعا ما تنافسي، ومهارات اللغة عندك لازم تكون عالية. وكمان ودي لأي جامعة عامة، مش الجامعة دي بس، الجامعات دي محتاجة ملف يكون قوي، يعني الملف بتاعك لازم يكون قوي. دلوقتي بقى هنتكلم عن رابع جامعة معانا، وهي جامعة كيست. الجامعة دي رقم 1 في كوريا في المجال التقني. الجامعة دي حكومية، والتخصصات القوية فيها الهندسة والذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر. الدراسة بالكامل فيها باللغة الإنجليزية تقريبا يعني. المصاريف فيها برضو حوالي 6000 دولار، ولكن معظم الطلاب بياخدوا منحة في الجامعة دي. الجامعة دي من مميزات المنح فيها السكن والمصاريف والراتب الشهري. يعني المميز فيها انها منحة كاملة بدون اي تعقيد، المصاريف عليهم، السكن، وبيدوك كمان راتب شهري. طبعا علشان تقدم فيها لازم تكون قوي في العلوم والرياضيات، ويكون معاك شهادة لغة انجليزية بدرجات عالية. الجامعة الأخيرة معانا وهي أكبر جامعة للبنات في العالم، جامعة إهوة للنساء. الجامعة دي جامعة خاصة، والتخصصات القوية فيها زي الفنون واللغات والتصميم والدراسات النسائية والعلوم الاجتماعية. طبعا بالنسبة للغة فيها برامج كتير متوفرة باللغة الإنجليزية برضو، وفيها سكن، والمصاريف حوالي من 6000 ل 8000 دولار تقريبا، ممكن يكون أعلى من كده بالنسبة للمصاريف. وطبعا بالنسبة للمصاريف لو قررتوا تدرسوا في جامعة من الجامعات دول أكيد لازم تبحثوا عنها أكتر. احنا طبعا أنا هتكلم عنها بالتفصيل عن كل جامعة من دول يعني بالتفصيل في فيديوهات لوحدها علشان نعرف. وبرضو هحاول أنا أجيب لكم جامعات تانية أقل شوية فئة من الجامعات دي، لأن الجامعات دي المؤهلات فيها بتبقى قوية قوي. طبعا مميزات الجامعة دي إن هي بيئة حلوة شوية للبنات. هي موقعها في سول، فيها منح للأجانب المتفوقين كمان، ولكن فيها بعض البرامج مش متاحة باللغة الإنجليزية. معنى كده إن إحنا لو عايزين ندرس برامج معينة فيها هنحتاج إن إحنا يبقى معانا اللغة الكورية. طبعا كل جامعة من دول ليها نظام تقديم خاص، ولكن في الغالب بيطلبوا شهادة الثانوية. وطبعا اللغة أنا قلت لكم قبل كده في منحة GKS الكورية إن اللغة مطلوبة. معاك بقى كوري يعني محتاجين شهادة التوبيك، أو طبعا لو معاك لغة إنجليزية زي التويفل أو الآيلتس، دي حاجة أساسية مهمة جدا. وطبعا خطاب النية، وانا عملت لكم فيديو برضو عن ازاي نكتب خطاب نية قوي نتقبل من خلاله. للي ما شافش الفيديو لازم تشوفوه علشان تبقوا عارفين كل تفاصيل المنح ويكون الملف بتاعكم قوي. وطبعا نصيحة مني، يا ريت نركز على الأنشطة التطوعية والشهادات اللي هي زي اللغة الإنجليزية، زي اللغة الكورية اللي هي التوبيك، الآيلتس. الحاجات دي بتفرق جدا في قبول المنح. طبعا أنا قلت لكم على تفاصيل الجامعات دي، تعالوا بقى أقول لكم على شوية حاجات كده يعني إنه إزاي نعرف نختار الجامعة المناسبة لينا من كل الجامعات المميزة دي. طبعا لو انت معكش المصاريف اللي تقدر تخليك تدرس في الجامعات الكورية دي، يبقى ندور على الجامعات اللي فيها منح كتير افضل لينا، علشان احنا معناش المصاريف اللي نقدر ندفعها طبعا للجامعات دي، لان هي نوعا ما مصاريفها بتبقى غالية. طبعا مثلا زي جامعة كيس او جامعة يونسي، دي فيها منح كتير. ولو مش حابب تدرس باللغة الكورية، لو مش معاك كوري، تدور على الجامعات اللي فيها برامج باللغة الإنجليزية زي برضو جامعة كيست. اختيار الجامعة ده بيبقى حلم لكل طالب عايز يدرس في البلد اللي نفسه يروح فيها، زي كوريا مثلا. اغلبكم حلمكم ان انتوا تدرسوا في كوريا، وطبعا هي اول خطوة ليك للسفر. ويمكن لو انت مش عارف تسافر ازاي، فدي تعتبر اسهل خطوات السفر هي الدراسة في كوريا عامة. لو انت طبعا نفسك تسافر وتدرس في الجامعات دي، نصيحة مني ليك، ابتدوا من دلوقتي، ذاكروا كويس، اجتهدوا، طوروا من لغتكم وخدوا شهادات، اعملوا شهادات تطوعية. وبالنسبة برضو للشهادات التطوعية، فانا عامله لكم فيديو منزلاه عن الشهادات التطوعية اللي تقدروا تتطوعوا فيها وتاخدوها وتقدروا تقدموها في منح او دراسة في كوريا. انا في كل التفاصيل بتاعت المنحة عامة انا قايله لكم عليها ومعرفاكم كل حاجة، علشان حتى خطاب النية، الشهادات التطوعية، كل التفاصيل، عشان مفيش حاجة اكون ناسياها وتتوفقوا ويمكن تدرسوا في كوريا، ويمكن اكون سبب بعد ربنا طبعا ان انا ارشدتكم للموضوع ده. طبعا واستنوني قريب عن الجامعات دي كلها، هعمل لكم كل جامعة بالتفصيل في فيديو لوحدها بالمنح بكل التفاصيل. يا رب اكون افدتكم. وانا دوري هنا ان انا انشر لكم الثقافة الكورية، اذا كانت منح، اذا كان بقى الكيبوب، حاجات فن يعني. وبس كده. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموني.
واهم حاجه ما تنسوش تشيروا الفيديو. باي باي.